يمكن ما تعرفونيش دابا، ولكن قصتي غادي تحسوا بيها. انا بنت المدينه، حلمت بالزواج والراحه. ما كنتش عارفه شنو كان مخبي ليا القدر. كاينين قرارات في حياتنا كناخدوها بالفرح، وكنكتشفوا متاخرين للاسف انها كانت بدايه الالم. هذه اول قصه ليا في القناه ديالي، وهي اللي غادي تكون قصتي انا. تزوجت باش نرتاح، لكن لقيت راسي في دوار اللي ندمت عليه. هنا غادي تبدا القصه ديالي. بقيت ملهوفة على الزواج، كنشوف صحاباتي وحدة ورا وحدة كيتزوجوا، وانا كنقول امتى يجي الدور ديالي؟ فوقاش نتزوج؟ ما كنتش كنقلب على القصر او لا على الفلوس، او لا نعيش شي عيشه اكتر من العيشه اللي كنت عايشاها. بغيت غير واحد اللي يقول لي راكي معايا وما نخليكش. حتى جا واحد النهار وتزوجت، ولكن ما كنتش عارفه ان هاد الزواج غادي يبدل لي حياتي كامله. كنت بنت المدينه، متعودة على الخدمة، على الحركة، على الضوء. ومن نهار دخلت لدار راجلي لقيت راسي في أكفس دوار في المغرب. دوار ما فيه لا طريق مزيان لا صوت ديال الناس، غير الصمت والوحدانية. قالوا لي سيري مراتو وصافي، ولكن ما قالوا ليش راه خاصك تكوني قوية بزاف. المدينة بقات موراي، والبادية قدامي، وأنا في النص كنسول راسي كل ليلة، واش هذه هي الراحة اللي كنت كنتسنى؟ تعلمت باللي الزواج ماشي غير كسوة بيضة او لا كلمة مبروك. الزواج راه مسؤولية وقرار، وخاصو عقل قبل القلب. واليوم ما كندمش على التجربة، ولكن كندم على التسرع. هنا غادي تكون واحد الرسالة اللي موجهة ليا لأي بنت. إلا كنتي بنت المدينة ولا بنت البادية، ما تزوجيش غير باش تقولي انا راني مزوجة، او لا تسمع عليك راكي مرت الراجل. تزوجي باش ترتاحي، ماشي باش تضيعي راسك.